وكانت كل ما تشوفه تتوسل إليه وتحلفه إنه مش هيتجوز تاني بعد ما تموت. احلف لي احلف لي احلف لي انك مش هتتجوز بعدي. احلف لي كمان، احلف لي انك هتعيش على ذكرانا. انا مش هقبل ان ايدك تلمس ايد اي ست غيري، مش هقبل ابدا. الافكار دي بتقتلني 1000 مرة اكتر من الموت، اكتر من الموت يا عزيز، اكتر من الموت. مستحيل يا حياتي، مستحيل اتجوز حد من بعدك، مستحيل حد يملى مكانك في قلبي ابدا ابدا مدى الحياة. يا حبيبتي لا، يا أختي يا حبيبتي لا، انت هتعيشي لجوزك وبنتك، انت مش هتموتي. انا هموت بدالك، انا هموت بدالك. مش قادر اتحمل، مش قادر، مش ممكن اشوفها تتعذب قدامي كده. ألمها بيقتلني. انا بتمنى تموت علشان تستريح، لكن ازاي تموت؟ ازاي؟ موتها يعني موتي انا كمان. يا رب رحمتك. نادية اسمعيني، انا مش قادر اتحمل اشوفها قدامي بالشكل ده. انا بدار. يا ريت تفضل معاكم في البيت الفترة اللي جاية وتاخدي بالك منها. أكيد يا أبي عزيز، أكيد. دعيت من ربنا إني أنا اللي أكون عيانة بدلها، علشان أنا ما كانش عندي حاجة أتعلق بيها، بس هي كانت ليها زوج بتحبه وبنت جميلة، كانت الدنيا كلها بين إيديها. وبعد أيام ساءت حالتها واتصلنا بعزيز، وأول ما وصل جري عليها وخدها في حضنه أمل، وفاضت روحها بين ايديه. أمل رد عليا يا أمل، انت مش ممكن تسيبيني لوحدي يا أمل، أرجوكي رد عليا. انت رايحة فين وسايباني لوحدي؟ لا أنا هضيع من بعدك. أنا عارف إنك بتحبيني، عارف، ومش هتقدري على فراقي، مش كده؟ ولا أنا هقدر على فراقك يا حبيبتي، ولا لا هقدر. ومرت سنة حزينة على وفاة أختي أمل، وفي الثانوية زارنا عزيز في بيتنا. كانت نظراته ليا غريبة، قعد مع بابا واتكلموا لوحدهم، ما كنتش عارفة هما بيتكلموا في ايه، لكن سمعت بابا وماما بيتكلموا. ماما كانت بتقول ده شيء طبيعي، هي دي الحاجة اللي لازم تحصل، نادية أولى بجوز أختها من الغريبة. وبابا يجاوبها فعلا هي أولى من الغريبة. دخلت عليهم وصرخت أنا أتجوز جوز أختي اللي عاشت طول عمرها بتحبه وحلفته قدامي بحياتها وعذابها إن عمره ما يتجوز واحدة تانية.
مستحيل مستحيل، ده أنا أموت ولا أتجوزه، أنا مش هتجوزه، مستحيل. ماما قالت انت ما عندكيش قلب، انت هتسيبي بنت اختك الصغيرة تتمرمط في ايد اللي تسوى واللي ما تسواش؟ وهو ماله، اخلاقه ممتازة وفلوسه بالملايين وانسانيته وعقله وحنانه. انت شفتي هو كان بيعامل اختك ازاي؟ صرخت فيهم انتوا عايزين تجننوني، مستحيل مستحيل. بابا كان بيوافق على كلام ماما، فعلا ده شخص ممتاز وانتي اولى برعاية بنت اختك من الغريبة. فهمتهم اني ما بشعرش نحوه باي شيء، وقلت لهم وايه عرفكم انه هيعاملني زي ما كان بيعامل اختي؟ هو كان بيعاملها كده لانه كان بيحبها، بس انا مفيش اي حاجة بيني وبينه. ثم انتم بأي حق عايزيني اسلب اختي راحتها وهي في قبرها واخد جوزها؟ مستحيل مستحيل. ماما قالت ومستحيل ليه؟ دي هتفرح قوي لما تعرف ان بنتها راحت في ايد امينة في حضن خالتها اللي هتحبها وترعاها. ولعبت ماما على الوتر الحساس، سافرت وراحت جابت بنت اختي علشان تقعد معانا اسبوع. واول ما شافتني البنت حضنتني وطلبت مني انها تنام في حضني. وبعد اسبوع جه عزيز وفتحني في موضوع الجواز. ها، قلتي ايه؟ يا استاذ عزيز، انا مش زي اختي، انا عكسها تماما في الطباع والاخلاق والصورة. انا مش هقدر املى الفراغ اللي تركته. وحاجة تانية كمان، انا ما بحبكش زي ما هي كانت بتحبك. صحيح انا بحترمك وبعزك علشان انت شخص مثالي وبحبك كأخ كبير، بس انا محملش شعور نحوك، شعور الزوجة لزوجها. انا هكتفي بالحب ده، والزمن كفيل يخليكي تحبيني زي ما تحب الزوجة زوجها. اما عن طباعك واخلاقك فاعتقد اني افهمك اكتر من اي شخص اخر، وهعرف ازاي اعاملك واعوضك كل اللي فاتك. اما عن الصورة، صحيح انك مش بجمالها، بس ده ما يعنيش انك وحشة. انت ليكي جمالك الخاص بيكي. اما عن الفراغ اللي تركته اختك عندي، فانا لو ما كنتش لملمت نفسي بعد وفاتها ما كنتش تقدمت لك، وبكل ثقة. انا متأكدة انك بتطلب الجواز مني علشان بنتك، والخالة مهما كانت ارحم من اي ست غريبة. في الحتة دي انت مش على حق. انا اولا وقبل كل شيء اطلبك لاني معجب بيكي، ثم انت عارفة انا بعيش مع اختي وهي بتخدمني وبتخدم بنتي. اللي يدفعني للجواز منك مش حاجتي لأي واحدة علشان ترعى بنتي انما يدفعني حبي ليكي. وما تنسيش انك بموافقتك بالجواز مني هتسعديني وتسعدي بنتي، وكمان هتريحي اختك امل في تربتها. وتحت الضغوط من ماما وبابا وبنت اختي والاستاذ عزيز اعلنت موافقتي بدون وعي مني. انا موافقة بس بشرط. موافق من غير ما اسمعه. انا بشترط انك تغير السكن. انا مش هقدر اعيش في نفس المكان اللي عشت فيه مع اختي. طبعا طبعا، ده حقك. وبكده تم جوازي من الاستاذ عزيز، وبدأت مأساتي الكبرى.